السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آم، طبعا هو انت بتعملي اللي عليكي والباقي على ربنا. كنت أنا عاملة الجدول اللي أنا همشي معاه، اللي همشي بيه من هنا لحد رمضان. من تنظيفات وفرش وتفريزات وكل حاجة. بس آم، محدش عارف ايه اللي هيحصل له يعني، ولا ايه اللي هيقطع عليه او كده. هو كان في نص الطريق كده جه حالة وفاة، فسبت البيت ورحت ان انا اعمل الواجب وكده، وقعدت يومين في البلد. وجه بعدها كان في وقتها دور البرد اللي كان عنده لسه ما سابنيش ولسه ما راحش. آم، فالجدول اللي انا كنت ماشيه بيه اتلخبط اخر لخبطه. فجيت بقى ال... عملت تقريبا الشقه كلها في يوم واحد. يعني هعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي الاوضه الصغيره انا كنت طبعا نضفت الاوضه الكبيره وخلصتها، ما كان باقي بس الحمام. عملته يوم ما عملت ده كله. آم، السراير دي كانت بتسيب. جه النجار عملها، طلعتها طلعت المراتب والحاجات بره. غيرت نظامها. هو ده النظام اللي انا جيت الشقه لقيت يوم الفرح لقيت الحاجه، يعني الفرش ده كده محطوط كده، وده احب نظام ليا لقلبي، يعني بحبه اكتر حاجه، اكتر من اي نظام جربته. رغم ان النظام ده واكل الاوضه خالص، بس سبحان الله هو المحبب ليا كده. طلعت بقى الخشب وكل حاجه بره والمراتب وكله علشان النجار هيجي يظبط لي السراير. جه عملهم. طبعا طلعت كل اللي في الدواليب، لان كان برضو البيبان بتاعته مش بتقفل كويس. طلعتها. الكلام ده كله كان تقريبا من الساعة 4 العصر. ما كانش فيه شمس ولا حاجة ان الدنيا تتشمس، بس مش مشكلة يعني. المهم ان المراتب والخشب اتهووا تمام. خلاص بقى لما هو ظبط لي السراير، ضيرتها وكنست الارضيه ومسحته. وطبعا الشقه كلها اتقلبت مره واحده، يعني كلها اتفتحت عليا مره واحده. بس تقريبا خلصتها، يعني باقي بس المطبخ والحمام الكبير. هخلصهم باذن الله النهارده او بكره، وهبدا بقى تفريزات على طول ان شاء الله. طبعا ده كان هنا حاجات كتير. المراتب والحاجات دي طبعا ده كله انا حطيته فوق، حطيتهم فوق الدولاب. آه، اللي هي توسع لي، بس تديني وسع. بدل يعني ايه رتبتها فوق الدولاب بدل ما هي واخده ضرفه كامله. لا، انا ممكن الضرفه ديت ان انا اظبطها اوسع فيها وتاخد كل حاجه. كنت بعمل واحده واحده، يعني كنت بعمل حاجه حاجه. وده كان شكل الاوضه تمام. آه ظبطت فيها على قد ما قدرت. هنشوفها كمان حبة كده بس. يعني الوقت ده خلاص كان الوقت اتأخر بالليل، فما قدرتش اعمل اكتر من كده. تاني يوم بقى الصبح جيت قايمة على الستاير كلها مخلعاها، اللي هي ستارة اوضة النوم وستارة الأوضة الصغيرة، أوضة الأطفال. ونقعتها بفانش وكلور ألوان وبرسيل، اي نوع مسحوق انت بتستعمليه. دي اللي هي الستاير الصغيره علشان الوان. الستاير البيضه اللي هي بتاعت اوضه النوم حطيت عليها اريال وكلور ابيض وفانيش، بس ما حطيتش اكتر من كده. هما الستاير البيضة كانت نظيفة، كنت انا غسلاها قبل كده يعني تقريبا من شهرين 3. فكانت ميتهم رايقة. الستاير التانية اللي كانت متبهدلة غسلتهم، نقعتها كويس كده، سبتها تقريبا ساعتين ولا حاجة واتنقعوا. وجيت شطفاهم ونشراهم. اعمل وحطيت مكانهم كل المفارش بتاعت السفرة والبار والترابيزات، كل المفارش اللي عندي حطيتها مكانهم. طلعت بقى البلكونة. طبعا هي كانت متروقة قبل كده، بس قبلها بيوم كنت انا شاوية سمك، وابني بهدل حوالين الفرن وكده،
هكنسه بس، يعني مش هياخد وقت كتير. طلعت بقى كل الفرشة، هي كانت حافظات وسجاد صغير وطقم الحمام ده كله طلعته وغسلته ونشرته ونشف وفرشته كله كده مرة واحدة. هو تقريبا الفيديو ده انا بسجله بعدها بيومين 3 4 تقريبا. فباقي معايا بس المطبخ بأمر الله. هقوم دلوقتي انجزه كله ان شاء الله بأمر الله. يبقى باقي لي بس التفريزات يومين 3 وهخلص وافرش وهعلق الزين. نقعتهم في مية وبريل، مية وبرسيل، مية وبرسيل وكلور في المية، يعني حطيت كلور ابيض في المية. ما حطيتش كلور عليها علشان اللون ما يعملش، وهي كانت نظيفة مش مستاهله. وباخد شويه من الجردل كده وبعملها، لان انا ما عنديش خرطوم ان هو يوصل لحد البلكونه. والحمام منقوع فيه حاجات ومش نضيف زي البلكونه ان هو يتعمل. وسبت الحمام والمطبخ للاخر علشان خاطر الدهس بيبقى فيه كله. انا لما كنت بروح اجيب ميه واجي الحمام متبهدل اخر بهدل. هغسلها بقى كده وهشطفها وهسيبها تتصفى، وبعدين اوديها البلكونه التانية تنشف هناك. علشان هنا انا جيت يعني جيت انشرها هنا، لقيت المحلات تحت المية هتيجي عليها، فما رضيتش ان انا انشرها المية تنزل على التندة وتنزل عليها، لان اللي تحت فرن فهتنزل على المعجنات بتاعته تبوظها له. سبتها كده تتصفى وهحط فيها ميه، يعني هحط لها ميه كده تعملها. هي ديت عشان صغيره فانا عارفه اتحكم فيها كده. لو حاجه، لو السجاد التاني كلب الكلوب ماشي يا حبيبي. لو السجاد من الكبير بفرده على الجدار وبنزل الميه عليه واحده واحده. حبيبي ما تقولي فين يا وبحط الميه عليها، يعني على الجدار كده بمشي الميه عليها بحيث ان هي تمشي على السجاده كلها، تاخد الميه تاخد الاريال والرغاوي اللي عليها وتنزل. لو عندك معطر حط المعطر اللي هو بتاع الملابس او اي حاجه او اي نوع معطر انت عايزه تحطيه في الميه حطيه، بتبقى مخليها حلوه جدا برضو، بتبقى مديها ريحه. الريحه بتفضل ماسكه في السجاد او في الحافظه او في الستائر او كده. سبتهم بقى ان هما يتصفوا خالص وغسلت طقم الحمام والسجاده الصغيره ونقعت الحافظات دي. انا هما دول 2، هوريك التالتة دلوقتي. نقعت ال3 حافظات دول وبقيت اغسلها واحده بواحده كده جنب بعضهم واسيبها تتصفى، واللي تتصفى اخدها اوديها البلكونه التانية. انت لو رتبت بس انت هتعملي ايه قبل ايه وايه بعد ايه، هتلاقي ان الدنيا مشت معاكي تمام وكويسه خالص. الستاير علشان شوفون كانت مش بتغيب على الحب، وكمان كان في غسيل وكده يعني بغسل وبنشر وكان حوار بصراحة اليوم ده. هي احلى حاجة في الستاير الشوفون دي ان هي بتنجز، اللي هو تلاقيك غسلت كتير جدا ونشرت ونشف وكمان الوقت خلاص يعني اللي هو ايه انت انجزتي. هو ده الموضوع. انما الستاير التانية بتقعد ممكن يوم او 2 على الحبل على ما بال ما بتنشف. وكمان غسلت المفارش بتاعه السفرة والانتريه بتاع السفرة والبار والحاجات دي وخلصتها برضو يومها ونشفت واتفرشوا كمان. يعني مش بحب اشوف السفرة من غير فرشة ففرشتها يومها على ما نظبط بقى بقية الشقة كده ان شاء الله ونعلق الزينة والكلام كله بتاع رمضان اللي داخل شهر داخل. مش عارفة سبحان الله الواحد بيبقى قاعد متضايق افتكر ان كلها ايام رمضان جاي. بتبقى قاعدة خلاص بقى مرتاحة ومبسوطة وعايزة تخلصي وتنجزي كله عشان تلاقي شقتك نضيفة قبل رمضان
ده كان الغسيل، والغسيل تقريبا بنغسل بقالنا اسبوع، كل يوم نغسل شويه. الغسيل كان كتير جدا. دي بقى الاوضه خلاص بعد لما خلصتها، باقي بس ان انا هفرش الستاير. يعني انا فرشت بتاعت اوضه النوم بس ما فرشتش بتاعت اوضه الولاد. وخلاص خلصت بقى كل ده، كان الفيديو خلاص، كل اللي ورايا